لن تجد لاعب مثل فينيسيوس جونيور بعد فوز ريال مدريد 5-1 أمام فريق ريد بول. فاز أفضل لاعب في المباراة هو فينيسيوس جونيور، لكن الغريب أثناء لقاء صحفي فينيسيوس بعد المباراة لم أكن أستحق هذه الجائزة أن أفوز أفضل لاعب في المباراة. من كان يستحقها هو رودريجو أو جود بيلينغهام. هذا اللاعب لا يعرف معنى الأنانية وصار واصل مع ريال مدريد 100 هدف، واحتفل على طريقة كريستيانو رونالدو لما سجل 100 هدف. قدوة كريستيانو شو حيطلع اللاعب؟ طبعا سيكون مهاري وسيكون له مستقبل مع نادي ريال مدريد. وتم سأل السؤال اللي منتظر الجميع: هل فينيسيوس جونيور، هل الإخبار وبتشير والإشاعات بتحكي إنك ستذهب للدوري السعودي؟ فينيسيوس: أنا لن أخرج من نادي ريال مدريد، لأن نادي ريال مدريد هو حلمي منذ الطفولة، ولن أخرج من نادي ريال مدريد. هذا اللاعب عجيب يا جماعة الخير، فاز بجائزة أفضل لاعب في المباراة لما حس نفسه ما لازم يكون أفضل لاعب في المباراة. طلع وحكى قدام الإعلام: لم أكن الأفضل، من كان يستحقها جود بيلينغهام أو رودريجو.